أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النشاط، رمضان كريم، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب العالمين. حطيلي بقى لايك للفيديو القمر ده، وعندنا شغل كتير جدا إن شاء الله هنعمله النهاردة. عايزة أقول لكم بقى إيه، تنظيف وغسيل، وحبيت كده أعمل معاكم روتين مشجع، فإن شاء الله هيعجبكم جدا. دعوة حلوة كده بقى من قلبك في الأيام المفترجة دي، ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. واحتسب الأجر بقى كده وانتي بتعملي شغل البيت، إن طبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في نفس الوقت إن طبعا يعني عملك وانتي صايمة، تنظيفك للبيت والمجهود اللي انتي بتعمليه ده أكيد بيكون مضاعف طبعا. فربنا يرزقنا يا رب دايما كده الثواب والأجر يا رب، ويتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. وخدي بقى ثواب برضو وانتي شغالة كده في التنظيفات. اعملي بقى الأذكار، قولي أذكارك، أذكار الصباح، أذكار المساء، على حسب الوقت اللي انتي بتنظفي فيه. اعملي نفسك ذكري كده في كل أوضة، يعني مثلا هتخشي دلوقتي مثلا أوضة النوم، اعملي فيه مثلا ذكر سبحان الله، خلصيه مثلا تخشي أوضة تانية تقولي مثلا ذكر الحمد لله، وهكذا. تيجي مثلا وانتي بتحضري الفطار هتعملي برضو نية إفطار صائمين، وفي نفس الوقت مثلا طاعة الزوج وإسعاد أولادك، فهتبقى نوايا حلوة قوي. فزي ما انتوا شايفين بقى ايه، أنا كان عندي الشقة الصراحة كلها كانت يعني كنت حاسة ان هي مطربة جامد، وكانت عايزة لها تنظيفة أسبوعية كده. فبدأت ان انا اشيل بقى الفرش، الأرضيات كلها، طبعا نفضت الشبابيك الأول، ومشيت زي ما شفتوا كده يعني مقتطفات سريعة. هويت بقى الأوض ونظمت السراير، وشفت السراير اللي هي عايزة تتغير الفرش بتاعها. شغلت عليه الغسالة، وقلت بقى برضو ايه انضف كده الارضيات بقى، علشان خاطر لو في الترابة او الجو اليومين اللي فاتوا دول كان تحسوه كان في ترابة كده. اليومين دول كمان يعني بدأ الجو يبقى حر شوية، فقلت بقى ايه هبدأ اشيل الدفايات كده من على السراير، وارجع افرش بقى الملايات وكده. تعالوا بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتوا عارفين اني طبعا بحب امسح الارضيه كده ميه بكلور، وبعد كده ده يعني ايه ابسط حاجه. لو مثلا عندي معطر ارضيات او كده بحب ان انا المع بيه، بس في الاخر كده يدي ريحه حلوه للارض للاوضه عامه يعني. يارا بقى كانت معايا وانا بسجل، فقالت لي عايزه اعيد عليهم واقول لهم على الدعاء اللي هي بتقوله، صح يا يارا؟ ايوه. طيب سلمي عليهم الاول. عاملين ايه؟ اه، احنا بنسجل لكم دلوقتي يا جماعه والله قبل ما انام، علشان خاطر الحق ان شاء الله انزل الفيديو تاني يوم بالنهار يعني. فتحسوا بقى ان يارا ايه بتحلم، يعني بتحلم ان هي بتسجل. كنت عايزه تقولي ايه لاصحابنا يا يارا؟ كنت عايزه تقولي لهم ايه في رمضان؟ مش انسوا بعد ما تصحوا قولوا الدعاء اللي هو علي صوتك. لما بنصحى بنقول دعاء، وكمان نقرأ القرآن، وكمان نقولوا الأذكار، وصلوا الصبح والظهر. أنا بصليهم وبعمل الحاجات دي. طيب شطورة يا قلبي، ربنا يتقبل. وكمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا انتوا شايفين الروتين شغال، وانا ويارا بقى قاعدين ايه بنتسلى معاكم كده وبندردش مع بعض.
فالروتين شغال بقى، انتوا زي ما شايفين كده يعني ايه، بلمع بس الارضية كده. والحركة دي يعني بحب اعملها مثلا كل كام يوم الصراحة، مش اكيد مش كل يوم. يعني لما بيبقى بالنسبة لي مفيش بقى واقفة في المطبخ في اليوم ده، لان طبعا بيبقى صعب جدا تنظيف الشقة، خاصة اللي هو التنظيف الأسبوعي ده، اللي هو بس بتشيل الفرش وبتلمعي بقى وكده وتنفيض وبتاع. فالشغل ده لازم يكون عندي أكل من اليوم اللي قبله. يعني دايما أنا بنصحكم موضوع غدا يومين ده يا جماعة، ما تقوليش لا سهلة أدخل كل يوم المطبخ لأن الصراحة غدا يومين ده بيفرق معايا جدا في الوقت والمجهود والتكاليف وكل حاجة. هيوفر معاكي في الفلوس وهيوفر معاكي في الوقت وفي المجهود، لأنك انتي تاني يوم هيتبقى معاكي أكل. ايوه هتعمل ايه بقى يا يورو؟ هتنضفي شوية في الشقة، طبعا. هتعملي حاجة انت عارفه يا لنفسك. ماما، اه انا بحب قوي اعمل النيش والحاجات دي، بحب شغل البيت. بحس ان احنا بنلعب طول اليوم لما بنعمل شغل البيت. والله ده انا بلعب للصبح، انا عايزه اقولك وبحب انا قوي كل اصحابي بنلعب كتير. واكتر شغل البيت بحب قوي ان انا اطبق الهدوم وكده، بحب قوي. يارا فعلا بتحب تطبق الهدوم. ربنا يستر بس ما تكرهش تطبيق الهدوم لما تكبر. ليه؟ قولوا هو لها بقى في التعليقات ان انا كنت زي كده، كنت بحب التطبيق وانا صغيره، هو بس في لما كبرت بقى حاجة؟ استرخمته ليه؟ هو في حاجة عشان بيبقى هدوم كتير قوي يعني. لا انا بحب عادي، يعني هدوم كتيرة هدوم قصيرة عادي. طيب هدوم كتيرة هدوم قصيرة، قصدك هدوم صغيرة؟ صغيرة انا اه قصدي اه. فهنا بقى ايه، خلصنا خلاص الحمد لله الصالة. الله، ده انتي يعني ايدك في الصلاة جميلة قوي يا ماما. ايه اه السترة الحلوة دي شفتي ما شاء الله بعد ما ماما؟ ده اتلمعت. جميل قوي الشمس اللي مع السترات ما هي كان والنيش. تنظيف بالنهار بقى، ما هو الله. بالليل الواحد بعد الفطار يا جماعة بينتخ ايه وبيبقى عنده ماما؟ بقى غسيل مواعين. عيب ان انتي تقولي كده، عيب عيب. ايوه يعني مش حكاية كده عادي، دول دول صحابي يا يارا عادي. يعني عايزة اقول ان الواحد جسمه بيريح وبيبقى خلاص بقى مش قادر ان هو اه يقوم مع انه والله بنقوم برضو بنغسل مواعين وبنعمل ايه بعد الفطار، ساعات نعمل صنف حلويات ونعمل ونغسل مواعين ونشوف بقى العيال والحاجات دي كلها. انا بقى كنت في الوقت ده م. هي كانت بتصور. انا بقى كنت في الوقت ده كنت نايمة. ايه اه بتصحي متأخر يعني. اه م. يعني مثلا ده انا الحمام برضو انا نضفته. عايزه اقول لك على حاجه. انا طب ثواني بس عشان اقول طب لهم انا استني. غسلت الحوض بايه. ماشي. ماشي، الحوض الحمام عندي بحب ان انا عشان يلمع معاكي كده بشوية صابون سايل. بكرور. حتى والله من غير كلور ممكن، هو الارضية اللي طب لازم اعملها ماشي، بكلور. ممكن اقول حاجه؟ قولي بقى وانا بعمل ده اصل مقطع انت عارفه متعاد، ده مقطع اللي هو انا الليمون بصحى اللي كنا انا بنخلله بصحى مش بتاخر يعني قوي. لا انا بصحى لما الظهر بعد الظهر، يعني يا يعني جماعة بتصحى بعد الظهر اه عشان هي المدرسة بتاعتها اخدوا اجازة. المدرسة بتاعتي اخدها ف اجازة. لما بتيجي المدرسة بقى بصحى الصبح وانا ميتة، اصلا ميتة. لا من بعد ماما الشر عليكي، ماما قصدك ماما بتبقي نعسانة يعني. ماما بتقولي وهي خلاص بتصحيني كده. خلاص يا رب بلاش فضايح. وده الفطار بقى يا جماعة، زي ما قلت لكم ما حبيتش اتعب نفسي في اليوم ده، وكنت مرتبة من اليوم اللي قبله. يعني كنت عندي بقى بقية اللحمة مسلوقة، وكنت عاملة قلقاس، وكنت رامية كده مع القلقاس حلقات كده من البطاطس، كان طعمها حلو قوي. والخشاف بقى والليمون المخلل اللي انتوا شفتوني كنت عملته قبل رمضان ده، والرز والسلطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.